قبالة الأطلال، الذكريات تعطر المكان. بقلم عصمة الصادق حماد. حملتني خطايا الوئيد إليه، وقفت أمامه حائرا شارد الفكر مشدوه العيون. وقفت أمام ذلك البيت القديم الذي كان بالأمس بنيانا جميلا مرصوصا، ينبئ عن جمال وروعة ودقة ومهارة، يعج بالحركة. وكانت أقدامي تداعب عتباته صعودا ونزولا، وكنت أغوص في دواخله متلمسا جدرانه الدافئة التي تستمد دفئها من طيب أنفاس أهله الذين هم دوما عبق للمكان بأريحيتهم الفطرية وسماحة سجاياهم. وحينما أتحسس الجدران وألحظ النوافذ البالية التي لعبت بها تضاريس الحياة، والتي طالما متعت ناظري بها وجعلناها أبراجا للمراقبة نرمق بها المارة والذين لا تقوى أرجلهم في بعض الأحيان على السير من أثر المرض. الذي أنهك الجسم. وقفت في ركن الساحة وطفقت أتذكر كيف كنا نلهو ونلعب فيه وحوله، وشقاوتنا تزعج الكبار فيقدم إلينا أحدهم ليوبخنا وينهرنا. كنت أتأمل ذلك الرجل الكبير الوقور والمهيب كيف يمسك بمسبحته ذات الحبات المتقنة الصنع، يسير ببطء وهدوء ووقار متجها نحو المسجد ليؤدي صلاته قبل أن يرتفع صوت الأذان. وكنت أشاهد تلك المرأة التي تقف شامخة تتحدى الزمن وهي ترنو إلى الأفق البعيد، ترى بعقلها الثاغب أن نجاح أبنائها سعاد ومحمد وروضة ومصطفى هو هدفها في الحياة، لذا تراها دوما في قلق وتوجس باحثة عن كل ما يرضي طموح أبنائها، فتروي لنا قصصا من واقع الحياة لأناس كانوا على هامشها استطاعوا أن يسطروا أسماءهم على جنباتها في صحائف الخالدين، وسجلوا على صفحات التاريخ بمداد من نور. وهي بهذا المذعى تريد أن تؤصل في دواخلنا روح التوثب والطموح لترى ذلك في مستقبل أيامنا. وتثربلت بتلك المشاعر الجياشة وأحسست بنشوة عميقة تسري في داخلي لتعبر عن سعادة قلبي الكامنة فيه. فكلما رأيت إحدى الغرف كنت أحس بداخلي أن بيني وبينها قصة عشق قديم تجسدها ذكريات لا يمكن للعقل أن ينساها ولا للقلب أن يغفل عنها. بينما يدي تتحسس تلك الجدران القديمة، بالأمس كان منزلا عامرا، واليوم غابت كل هذه المعالم وأحالها الزمن إلى ماضي ونسيها الكثير، ولكن لا تزال ذاكرتي تأبى نسيانها. أخذت أنظر إليها بحزن عميق تملك قلبي، كيف خيم الظلام القائم عليها بعد أن كانت سراجا جميلا يضيء طريقنا، كيف بدأت مخيفة موحشة بعد أن كنا نستمد منها الطمأنينة ونأنس بأهلها. انهدمت الجدران بعد أن غاب عنها الأهل والخلان، فما طاقة البقاء من بعدهم يا قلبي. كيف 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 أطيق رؤية هذا المكان وقد فارقته المعاني الجميلة وغادرتنا وفارغتنا مبتعدة عنا، وغاب جمالها وسحرها الأخاذ. وها أنا أغوص في أعماق الذكريات لأستعيد أياما كانت واقعا في قلوبنا واليوم صارت بعيدة عنا، نستأنس بحكاياتها. وقبل أن أفارق المكان بكل أطيافه وعبق رائحته الذكية، وجدتني أدعو في دواخلي وبقلب خاشع
ما أجمل هذه الأيام وليتها تعود.